غتكون بحالي حياتك كامله وانت كتشوف اللي بدا كيصايب فيديوهات كيخرج من المغرب وكيسهل عليه الله. انا شدني الفضول وبديت صناعه المحتوى، نخرجوا حتى حنا من البلاد، وبعد مده ما خرجتش ولكن اكتشفت السر كيفاش كيديروا الفلوس. كنتي صانع محتوى ولا عاد ناوي تبدا ولا ما مسوقش كاع؟ هادشي اللي تسمع دابا غيحل عينيك على بزاف د الحوايج وغينفعك في مستقبلك. قبل 3 شهور ولا 4 ملي بديت بداو فيديوهاتي كيطلعوا، حتى كنفيق واحد النهار متحمس ومع شعل التليفون كيطلع لي واحد الاوديو، النمره ما كنعرفهاش، قلت عادي غيكون شي عشيري بدل النمره، طلقت الاوديو. الصوت ما عرفتوش، قلت يمكن شي حد غلط، جاوبته. اش درت لك اخويا، اش درت لك؟ ما فين كنعرفك اخويا اصلا. بعد صار شي فيديو رجع. دابا خليني نسحب التعليقات السلبيه، دوك ما كيتقاداوش. اجي لهاد النوع اللي كيجي يسبك في البريفي، هذا ماشي اول واحد وانا يلاه بادي. تخيل المشهورين اش غيكونوا كيسمعوا. قلت لك هادشي باش تعرف ان النصيب في السوشيال ميديا حنا كمشاهدين هما السبب. ملي كيجي واحد يطلع وانت كتجر وتهبطو، شنو كتسنى منه؟ يعطيك ورده وما كنعطيهمش عذر. ولكن انت الا بديتي كتصايب فيديوهات ونيتك تعاون الناس، شويه كتلقى امك كتسب لك بدون سبب، اش غدير؟ وهادشي كامل بغيت نوصل لك به ان صناعه المحتوى ماشي ما فيهاش الفلوس، خاص ضروري تنصب باش دير فيها. كاينين صناع محتوى تقبلوا وركزوا على الجانب الايجابي وداروا، وانا وياك غنكونوا من هاد الاخرين وغنعطيك طرق باش تدخل انت بلا ما تنصب. اول طريقه، الناس اللي كيستريميو راك كتعرفهم، هذه طريقه كتدخل لاي منصه ديال ستريم وكتطلق وما كتبداش تخلص حتى كيبداو الناس يتفرجوا فيك وتشهر شويه، كتجي ديك المنصه كتسني معاك كونطرا باش تبدا تخلص. وثانيا هي دير فيديوهات في يوتيوب ولا فيسبوك، هذه فيها واحد الشروط في المشاهدات وداك الشيء، ملي كتحققهم كتبدا تخلص على كل 1000 مشاهده. اللي ما عرفوش انت ستريمينغ ما عرفتش، ولكن الاعلانات في يوتيوب ولا فيسبوك ما يمكنش تعول عليهم، حتى الا كنتي واصل للمليون ولا اكثر ما غديرش بهم ثروه، غتعيش بهم وصافي. الدليل انا جبت مليون مشاهده وخديت عليها 2500 درهم، اش غدير لك 2500 درهم؟ ولكن كون كانوا كيتفرجوا فيا الاجانب كانت غتكون 20 مليون، هضره اخرى. ولكن بما انك مغربي خلينا في 2500 درهم. اما الطريقه الثانيه غتكون شفتي بزاف كيديروها، مشيت كليت هنا دجاجه ب 10 دراهم، الا سريتي هذه غتاخذ معاها هذه، حتى هما نوع من الاعلانات ولكن هادو ما كتحكمش فيهم انت. الشركات ولا المطاعم هما اللي كيتواصلوا معك باش دير لهم اشهار. بالنسبه للفلوس على حسب، الا كنتي مشهور بصح فراه تقدر تعرض عليك فلوس صحيحه وغتخلص بجوج طرق، يا دير فيديو فيه مده معينه لذاك المنتج سواء سبرديله ولا ماكله وتخلص، ولا كيصيفط لك سبرديله مثلا ولا اي حاجه وكيقول لك دوزها عندك وهاك هذا الرابط، اللي شرا السبرديله مثلا من هذا الرابط اللي عطيناك غتاخذ واحد النسبه. تخيل انت عندك مليون وكل سبرديله كدي عليها 10 دراهم، الا غير 10000 شراوها راه 100000 درهم، هذيك راه 10 د المليون. ثالث حاجه، تخيل دخلتي لاكبر تيران في المغرب تيهز كدا 60000 عامر، وكاع الناس اللي فيه مبلين بالستيل واللبس. ملي سالات ميطا جينا هزيناك وحطيناك وسط التيران وعطيناك ميكرو وجبتي شي لبسه ولا ساعه هربانين وبديتي كتشرح مميزات ديك اللبسه لدوك 60000 اللي اصلا هما مهتمين وكيشريو اللباسي. شحال من واحد في نظرك غيشري؟ في الغالب بزاف. وتخيل كدير فيديوهات على اللبس والحوايج ووصلتي لمليون ابوني، راه ما عندك 60000، راك جمعتي مليون، وعلى الاقل نصهم غيكونوا دراري وخدامين برزقهم ومهتمين يشريو الحوايج. خلي هذه في عقلك، كتلعب كره غنجيب لك ميسي ومعاه سبرديله وغيقول لك هاد السبرديله راه محكومه في كره شريها، غتشريها بطبيعه الحال حيت كتعتبر ميسي فاهم في كوره. حتى انت دوك 500000 اللي متبعينك الى جانب انهم كيعجبوهم الحوايج راه كيكونوا كيثيقوا فيك ومعتبرينك فاهم في الستيل. وهذه هي الطريقه الثالثه، ملي كتجمع واحد الجمهور اللي كبير كدير لهم عروض، صوبع عليهم الحوايج ولا دير ماركه ديالك ولا دير لهم كوتشين كيفاش يوليو يعرفوا يلبسوا. رابع حاجه هي الاوتوميشن، بحال هاد الفيديوهات ديال الجانب المشرق، يعني تيكون انسان مخلص ناس يخدم من راسو تيصايب فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وتيحطهم في بزاف د القنوات بلغات مختلفه بلا ما يبين وجهه وتيدخلوا من الصرف صحيح. اخر حاجه واقوى حاجه، الا سمعتي سميت سيمو لايف شنو كتفكر؟ الاي كوميرس، مايك تايسون، البوكس. هذه كتسمى البيرسونال براندينغ، كيولي وجهك وسميتك مرتبطين بواحد المجال معين، كتبقى تصنع محتوى على واحد الحاجه حتى كتولي معروف بها، وهذه هي من الاخر اي حاجه بغيتي تبيعها في ذاك المجال غتتبع لك طايره. درتي مدرسه في ذاك المجال كلشي غيجي عندك جوج هما الحاضر والمستقبل، الذكاء الاصطناعي والبيرسونال براندينغ. وعندك 4 اسباب علاش خاصك تبدا صناعه المحتوى قبل ما يسبقوك ليها. اولا المعارف، تولي تعرف الاباطره واي حاجه غتقضى لك في ثانيه. ثانيا الفلوس، كيوليو عندك ملايين الطرق باش ديرهم. ثالثا ما كتبقاش تفيق مع الثمانيه، كتولي تفيق مع الخمسه. كنضحك، كتفيق مع ما بغيتي وكتخدم وقت ما بغيتي. رابعا والحاجه اللي ما غتلقاها في حتى مجال وما كتشرش بالفلوس هي حب واحترام الناس. نفرضوا سيدي بغيتي تبدا، لا ما خاصكش غير تبدا تصايب فيديوهات، واش غدير؟ بالزربه غنعطيك 3 الخطوات الا بغيتي تبدا. قارن معايا بين محتوى فري فاير واللبس اللي قلنا في الاول. وصلتي للمليون في فري فاير تيبقاو متبعينك غير الدراري الصغار، اش تبيع لهم؟ الجواهر، غتعيش ما غديرش لاباس. ولكن تخيل وصلتي للمليون في اللبس،
متبعينك ناس خدامين برزقهم وتيشريو اصلا الحوايج. راه وصلتك الفكره. الخطوه الاولى هي اختار المحتوى اللي فيه العاقه وكتفهم فيه شويه، ولا تعلمه غير باش تكون واحد الثقه. وثانيا كيما الا عطيناك طوموبيله ما غتعرفش تقادها، خاص تتعلم الحرفه ديال الميكانيك. حتى صناعه المحتوى ما غتجيب لك والو تتعلمها مزيان. من كتابه السكريبت، حيت ما يحسبش لك هادشي اللي كنقول حافظه، اي المعلومات كاينين في عقلي، ولكن باش نسردهم بهذه السلاسه وبهذا الترتيب راني كاتبهم وحاطهم قدامي باش ما يجيكش الفيديو ممل. وتعلم التصوير، المونتاج الى اخره. من موراها وانت كتعلم وكتصايب فيديوهات، خذ واحد العام ولا عامين بني بيرسونال براند ديالك في ذاك المحتوى، وما تتوقعش قل من عام. باغي دير الثروه في شهر كي درتي ليها. والا ما قنعتكش صناعه المحتوى ما غنقولش لك الا ما درتيهاش غتموت. كاينين بزاف د المجالات كلهم ذكرتهم هنا، فالا كنتي تالف ومدوخين كالنصابه فادخل، ما غنبيع لك والو غير نعطيك راس الخيط.